السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم يا شباب؟ النهاردة معايا جهاز هواوي بغيرله شاشة، موديله واي 7 بي. الجهاز ده جالي شاشته مفكوكة خالص، والشاشة نفسها فيها مشكلة خلاص باظت. فالنهاردة كده بطريقة بسيطة نتعلم مع بعض ازاي نغير الشاشة بأسهل طرق وأقل إمكانيات. الجهاز زي ما انتم شايفين كده انا يعني بحاول الظهر عشان متني مش ازاز او باغ. فبحاول باي حاجه كده افتح له مكان عشان امشي ورقه الاشعه اللي انت شايفها دي كده. فبدات الاول كده بسن القطع في حاجه بسيطه قوي، بس طبعا الطريقه دي مش مع كل الاجهزه. الجهاز ده عشان الظهر بتاعه طري. نخلي بس بالنا يا شباب من الفلاتة بتاعت البصمه. هو ميزة الجهاز ده ان فلات البصمة طويلة، فمش يعني بتبقى مرتاحة واحنا بنفك الجهاز. هنبتدي نفك الجزء اللي فوق ده كله، ده اللي احنا محتاجينه عشان نغير الشاشة. مش محتاجين نفك الجهاز بالكامل، يعني الجزء اللي تحت ده ملوش علاقة. هنفك المسامير. هو الجهاز ده مغير شاشة قبل كده، فزي ما انتم شايفين كده في لزق كتير مكان المادة القديمة والحاجات اللي زي كده. بنحاول نفكها واحدة واحدة. بحاول بس ارفع الجزء ده عشان اشيل فلات البصمة واعرف اشتغل براحتي. اهم حاجة التركيز، واحدة واحدة، احنا مبنستعجلش في حاجة. وانا بحاول برضو بقدر الامكان اسرع الفيديو شوية عشان ما يبقاش طويل وممل. بفضل انضف كده مكان اللزق القديم، احيانا بيبقى تحته مسمار وانت مش شايفه. فبحاول كده اشيله كده ببطن ايدي كده بالراحة خالص، وابتدي افك واحدة واحدة. انا هنا حطيت تنر عشان الجزء ده رفيع جدا. ده اللي بيقفل على الزرار بتاع الباور والفوليوم والفوليوم اب وفوليوم داون. فانا محتاج ان هو ما يتكسرش مني، فعشان كده بحط حتة تنر بس تسيح اللزق اللي هو المادة القديمة. هنفك الشاشة، هي كده كده مفكوكة فمش محتاجة. فكينا الشاشة زي ما انتم شايفين. انا بفضل في الشاشات اللي لما باجي اغيرها ويكون في مادة كتير وحاجات زي كده محتاجة هتاخد وقت ومجهود في التنظيف، بفك الكاميرا الأمامية عشان ما تأثرش معايا بأي حاجة. المهم بعد انضف كده، اهم حاجة والموضوع بيبقى عايز تأني جامد جدا، ان انت تنضف مكان اللزق القديم. اي شاشة هتغيرها في الدنيا اهم خطوة عندنا الشاشة بتتلزق ما بتاخدش 5 دقايق. كل الوقت بيبقى في التنظيف. فاحنا محتاجين ننضف كويس جدا المادة القديمة عشان لما نثبت الشاشة ما يبقاش فيها بقع بيضة، ما تفكش بسهولة الكلام ده كله. فبنحاول ننضفها على قد ما نقدر. انا دلوقتي الجهاز ده عشان بيتلزق وش وضهر، فانا حاولت انضف كل حاجة عشان لما اجي اقفل الجهاز مرة واحدة ما اقفلوش على كذا مرة. كنت زمان لما يجيلي جهاز زي كده انضف مكان الشاشة الاول، وبعد كده الزق الشاشة والف عليها اساتك واسيبها لغاية ما تمسك، وبعد كده ارجع اعمل الظهر. فكان الموضوع بياخد وقت اكتر. يعني بدل ما الجهاز مثلا هتسيبه ساعتين ينشف، بياخد معاك بالخمس 6 ساعات على ما تقفله على مرتين. بس انا دلوقتي بقيت اعمل ايه، انضف كل الاجزاء زي ما انتم شايفين كده. الجزء بتاع الظهر مكان اللزق القديم بحاول انضفه كويس جدا، ما اخليش اي اثر لاي لزق، وبالراحه خالص. وزي ما قلت لكم انا بص باقل امكانيات، يعني أنا كل اللي شغال بيه سلاح قطر، بس ما يكونش يعني حامي قوي. انا بجيب سلاح قطر كده يكون تلم حاجه بسيطه عشان ابتدي انضف بيه ما يقطعش حاجه وما يبوظش حاجه. الظهر بالنسبه لي ده عامل زي قشره. لو انا عملته بسلاح القطر هتلاقي القشره دي اتشالت والجهاز بقع من بره وبقى شكله سيء جدا. فانا بحاول بقى ببطن ايدي كده زي ما انتم شايفين بشيل اللزق القديم وبيطلع معايا بسهوله. ما طلعش معايا بسهوله بحط عليه تينر زي ما انا بعمل كده، وبحاول ايه اسيبه شويه اللزق ده يطرى، بعد كده ارجع افكه تاني. برضه لو عملت بسلاح قطع انا عارف ايديا بتعمل ايه، يعني عارف ان انا ايديا مش هتيجي ناحيه القشره هتبوظها. هنيجي نبتدي بقى نركب الشاشه. الحته دي مهمه جدا يا شباب، ان احنا نشيل اللزق اللي هو بتاع الفلاته اللي تحت، عشان في ناس ما بتشيلهوش، وانا واحد من الناس كنت بغلط الغلطه دي زمان.
ما كنتش بشيل اللزقه اللي تحت دي، فكنت تلاقي التاتش بيعلق بطيء في مشاكل. فلازم عشان دي بياخد من الشاشه ارضي، فلازم تشيل اللزقه دي وتلزقها، تلزق الفلاتة على الشاشه من تحت. هنبتدي كده نلزق الجهاز زي ما انتم شايفين. اصلا الجهاز جاي، بص الفريم مكسر خالص، فمفكوك يعني مش مكسر، مفكوك. فده بتلزق هو الاول، بعد كده الزق مكان الشاشه. مكان الشاشه بقى يا شباب بنلزق الحرف بس. الناس بقى اللي بتحط لزق كتير تحت الشاشه والكلام ده كله ولا ليها لازمه، بالعكس بعد كده بتبقع وبتلاقي الشاشه من تحت كلها مشاكل. ولو حد حب يفك الجهاز مثلا عشان يغير له بايغه ولا حاجه، الشاشه دي بنسبه كبيره جدا بتتكسر. فنحاول برضو ايه، احنا بنشتغل ونعمل حساب اللي هيشتغل بعدينا. بس هنبتدي بقى نثبت البطاريه. برضو ملحوظه، انا ما جبتش الشاشه الجديده رحت لازقها كده على طول، انا عشان اختصر وقت الفيديو انا الشاشه دي مجربها كويس جدا قبل ما الزقها. طريقه التجربه بالنسبه لنا، باخد الباسورد من العميل واقعد احرك الايقونات، ادوس زراير، اسيب الجهاز منور شويه، احطه على الشاحن شويه، احط في شاحن اعمل منه مكالمه تليفون، احاول اجرب كل حاجه. هتقول لي مكالمه التليفون ايه علاقتها بالشاشه؟ في شاشات بتيجي بتعمل مشاكل في المكالمات التليفون، فلازم تجرب كل حاجه وتجرب الشاشه كويس. اللي شغالين في المجال ده والناس الفنيين عارفين ان الشاشه مجرد ما يتحط عليها ماده استحاله ترجع، فلازم تكون مجربه كويس جدا. بس واحده واحده بقى رحت مرجع الكاميرات تاني اللي انا فكيتها. انا بخاف بس تبصم او تعمل مشكله في الكاميرا، بعد كده تلاقي الكاميرا فيها زغلله، تلاقي الكاميرا مش نظيفه، الكلام ده كله. فبحاول اشيلها كده في مكان نظيف، وبعد ما اخلص ارجع كل حاجه زي ما عملتها تاني. ركبت البصمه وركبت الظهر اهو، لزقنا الشاشه زي ما قلنا. هنبتدي نلزق الظهر زي ما لزقنا الشاشه. اللزق يا جماعه يبقى على الحرف بس، مش محتاجين ان احنا نكتف الجهاز جامد. احنا في الاول وفي الاخر انا بعمل حساب اللي هيجي يشتغل بعد مني. لو الجهاز ده لا قدر الله بعد كده جه فيه سوكت، فيه جرس، فيه اي حاجه تاني بخلاف الشاشه، لو انت لازق الظهر جامد جدا هتشوه منظر الظهر، هتيجي تفكه. لو انا لازق كتير بقى وعلى البطاريه والجزء بتاع الجرس والناس اللي بتقعد تلزق كتير قوي دي، لما انا هاجي افكه بعد منك هبهدل الظهر. العميل مش هيفهم الكلام ده، العميل هيقول لي انت بوظت التليفون وخليت شكله وحش. فاحنا بنحاول نلزق الحرف بس وبعد كده بروح لازق الظهر، مبيت كل حاجه في مكانها تمام. جربت شاشتي الحمد لله تمام. في طريقتين، في ناس بتعمل اساتك زي ما انا بعمل كده، واحيانا برضه ما اعملش اساتك لو الشاشه نوعيتها مش حلوه قوي والاي سي بتاعها عالي. بستخدم سولوتيب، بلزق بسولوتيب لمدة ساعة ساعتين لغاية ما الشاشة تمسك كويس جدا، وبعد كده بشيلها. عملت موضوع الاساتيك اهو، جربت شاشتي شغالة تمام زي الفل. بس بستنى ساعتين واسلم للزبون الجهاز شغال. لو عجبك الفيديو ما تنساناش باللايك. السلام عليكم.